قريب ما بقيناش نشوفوا التليفونات، قريب يمشي العصر ديالهم، دخلنا لواحد العصر جديد، واحد العصر كيخلع. وهاد الشركه اللي خلاتنا نوليو مدمنين على التليفونات خرجوا اليوم واحد البرودوي جديد تولي في عالم انفرادي، ودابا غنشوفوا نيكست ليفل. هاد البرودوي الخطير غادي نهضر لكم عليه اليوم، فاش يلا خرج بين انه دغيا يقدر يستولي على الانسان والانسان يولي مدمن عليه. كاين اللي سيمانه هو لابسو، كاين اللي كيخرج به للزنقه، وكاين اللي كيقطع به الشارع كاع، ولا كيبان بنادم بحال شي مسطي. واليوم عندي لكم خبار زوين وخبار خايب، ركزوا معايا مزيان. غادي نبدا لكم بالخبر الخايب. هاد الحلقه بغيت تسجل في التاريخ، حيت هاد البرودوي اللي دخل غادي يبدل التاريخ ديال الانسانيه. المنظر الغريب ده بقاله اسبوع منتشر في العالم كله، وده بعد ما الناس اشترت نظارة ابل الجديدة فيجن برو. النظارة حلوة جدا وبتقدم تجربة رهيبة وفريدة من نوعها، بس مش لدرجة اني اسوق بيها واروح بيها الجيم واتمشى بيها في الشارع. فاش يلا خرجت سمارت فون كنا كنشوفوه غير عند الشباب، هذا كيدير به الالعاب، هذا كيصور به، هذا طالق به الموسيقى. كنا كنسحبوه بحالو بحال ام بي 3. والناس اللي كان عندهم قلال وفي ظرف 10 سنين ولا كلشي عنده. حتى جا واحد النهار واحد السيد سميتو ستيف وقال لك غادي نجي وغادي نجمع لكم هادشي كامل في واحد الحاجه اللي سميتها الايفون. وهاد الشركه الا خرجت شي حاجه راه كتنتشر بزاف بين الشباب وحتى الناس الكبار، وداكشي علاش هاد البرودوي الجديد اللي خرج واللي داير خبله واللي كيتباع في جميع الاماكن وجميع المدن مخرجه ابل. وداكشي علاش الا شفتوه دابا عند الاطفال ولا عند الجيل الجديد او الشباب من هنا لقدام فراه غادي تلقاه حتى عند الناس الكبار. وهاد الشركه هي ثاني اكبر شركه في العالم، ومره كتولي هي الاولى. يعني كنهضروا على واحد الشركه عندهم فلوس بزاف وعندهم كاش بزاف، ودوك الفلوس نسبه كبيره فيهم كتمشي في البحث والتطوير، ويقدروا يجيبوا احسن الادمغه اللي كاينين في العالم ويعطيوهم احسن لي سالير اللي كاينين باش يصنعوا احسن تكنولوجيا اللي غادي تبدل العالم. يعني فاش يبان لك شي برودوي خارج فيه تفاحه في السوق عرف باللي موراه دراسه كبيره وكيخسروا بزاف ديال الفلوس. وعلى ذكر البحث كيخسروا 7 مليار ديال دولار في العام، تقريبا نص ديال الناتج الداخلي الخام ديال تونس كتخصو ابل غير في البحث والتطوير. فاخوتي خواتاتي هذا البرودوي الجديد اللي خرجوا هو عباره عن كاسك بحال النظارات خفيف فيه واحد 650 غرام، الثمن ديالو كيبدا من 3500 دولار، 3 ديال المليون ديالنا. دابا من الاخر بلا ما تهز التليفون ديالك وتبقى تشوف وتسكريني وتصيفط ميساجات وتكتب وتفرج، كدير هذا الكاسك وانت جالس وتبقى تخدم بوحدك وتبقى مع 24 ساعه على 24. وكنهضر على واحد البرودوي مجهد على حساب واحد جوج مواقع مشهورين، الاول سميتو اكسبلين والثاني سميتو ليفترونيك. داروا واحد الدراسه وقالوا ان الوقت اللي كيدوزو الناس في التليفونات ديالهم غادي وكيتزاد. بحال مثلا في تايلاند في 2019 كانت تايلاند كتستعمل التليفونات بواحد المعدل ديال 3 سوايع ونص في النهار اللي اصلا بزاف. في 2020 قلعوا معايا شحال ولات، من 3 سوايع ونص ولات 7 سوايع. في مده عامين بريطانيا من 3 سوايع ل 4 سوايع بين 2019 و 2021. امريكان 5 ديال السوايع في النهار، امريكان كيدوزو 5 سوايع في النهار، يعني نص ديال العمر ديال عباد الله وهما فايقين. دابا كيمشي في السمارت فون، وهذا السمارت فون كيفرق بنادم بزاف. ما بقاوش الوالدين كيهضروا مع اولادهم، وما بقاوش الوليدات كيجلسوا مع والديهم، وما بقاوش العائلات مقاربين بحال داكشي اللي كان شحال هاد. ما بقاوش الوليدات كيخرجوا يلعبوا في الدرب، وهذا الشيء ما كافيش. ابل غادي يزيدوا تكنولوجيا المستقبل، الواقع الافتراضي، تنشئ بيئه اصطناعيه كدير هاد النظارات كتولي عايش في واحد العالم ديالك بوحدك، عالم افتراضي. أول ما لبسته الاستراب أو السير الخلفي على الرأس طريقته عملية جدا، والأسهل بين أي نظارة VR أو واقع افتراضي جربتها في حياتي. شغلت النظارة. فندوزو دابا الخبر الثاني واللي هو الخبر الزوين، هو ان هادشي كامل كيعطي واحد المؤشر للتوجه ديال العالم. الا كنتي باغي تتعلم شي حاجه، شي مهاره جديده، ولا شي حاجه في البيزنس ديالك ولا في الخدمه ديالك ولا في الماركتينغ ولا شي حاجه طور بها راسك، فتعطاتك هاد الفرصه، هاد الرساله المشفره على العالم كيفاش غيكون مستقبلا. عطاتك انديس، وهاد الفرصه لا تعوض لاي واحد باغي يدير فلوس. ودابا الانتباه غيمشي وسط الكاسكات، وهذا اكثر انتباه غيولي بنادم عايش وسط هاد الكاسك. هنا غنشوفوا انواع ديال عباد الله، كاين اللي غيشري ويستهلك داك الكاسك، وكاين اللي غيستغل هاد الفرصه ديال التكنولوجيا ويدخل وسط داك الكاسك باش يبيع لك، حيت عارفك انت كاين تما. يعني خاصنا نزيدو نبحثوا على هاد التكنولوجيا. الا عندك شركه خاصك تعرف دير التسويق والماركتينغ، خاصك تعرف كيفاش تبدا تسوق وسط من هاد التكنولوجيا الجديده. انت باغي تخصص وباغي ديفلوبي راسك في هاد البرودوي الجديد، فهو خطوه جديده وخاصك دير بحساب هاد التكنولوجيا الجديده. فنتمنوا نكونوا من النوع اللي كينتج ماشي من النوع اللي تيستهلك.